السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة مميزة جدا جدا، هي الحجازية الاسكندراني. فقلت كده مش معقولة بقى اسكندرانية وما اعملكمش الحجازية، فهعملها لكم بكل مقاديرها المظبوطة بإذن الله عشان تطلع معاكم مظبوطة واحسن حاجة. بس قبل ما نبدأ وصفتنا كده نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعمل اشتراك في القناة لو مش مشتركين، ولايك وكومنت حلو وشير عشان تعمل فايدة على الجميع. معايا هنا هعمل اول حاجة تيست كده للخميرة. معايا باكت خميرة بما يعادل 10 جرام ونص كوباية مية. وهنا انا اتلخبطت يا جماعة، ما تتلخبطوش بقى زيي، حطيت نص كوباية سكر بدل ما احط 4 معالق، والنص كوباية دي المفروض بتحط على العجين، فمش مشكلة يعني كله هيتحط مع بعضه في الاخر. وبقلب كده وبركنها على جنب شوية كده عشان اشوفها هتشتغل وهتبقى كويسة معايا ولا لا. وفي بولة كبيرة شوية بحط معايا هنا كوبايتين من الدقيق متعدد الاستخدامات ونخلاه، وبنفس الكوباية بعاير كوبايتين من السميد الناعم من عند العطار عادي، مش مضاف عليه اي حاجة تانية. وبين صوابعي وبعضها كده ذرة ملح صغيرة، ودي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكمان بتعادل معانا الطعم. وحطيت هنا ال4 معالق سكر اللي المفروض كنت حطيتهم اصلا على الخميرة، وحطيت هنا نص كوباية السكر، فبس مش مشكلة انا اتلخبطت معلش. كده كده انا هضيف المكونات مع بعض دلوقتي. ومعايا هنا نص كوباية كوباية الا ربع قصدي من السمنة، وبكمل الكوباية كده زيت. السمنة دي ممكن تكون بلدي وممكن تكون سمنة عادية او مخلوطة، بس الافضل طبعا ان هي تكون بلدي. وبقيت الكوباية من الزيت، وممكن تحطي نص ونص، نص سمنة ونص زيت. ممكن حد يقولي ممكن احط زيت خالص يعني، هو ممكن يا جماعة، بس هتبقى معاكي ناشفة شوية الحجازية، فالافضل ان انتي تخلطي بين السمنة والزيت. وبقلب كده كل المكونات مع بعض عشان اغلف كل حبيبات السميد والدقيق بالسمنة. وبشيل الاسباتيلا خالص وهشتغل بايدي عشان اعرف ابس كويس، ابس كل الدقيق والسميد عندي بالسمنة زي ما انتم شايفين كده. اغلف كله بالسمنة لحد ما كل الدقيق والسميد يتدرع عندي، ما يبقاش في حاجة ناشفة، يبقى كله زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على رسول الله كده واستغفروا. وكده خلاص كانت المكونات امتزجت معايا مع بعضها كلها. وهنا الخميرة بتاعتي بعد شوية لقيتها عملت فقاعات وارتفعت كده لفوق شوية، يبقى كده شغالة معايا وكويسة. وانا حاطه لها ميه عاديه من الحنفيه عشان احنا في الصيف، بس لو في الشتاء الميه دي هتبقى دافيه نحط نص كوبايه الميه دافيه عشان تشتغل معايا بسرعه. ونزلت معايا هنا باقي السكر برضو، حطيت نقطه فانيليا صغيره، ودي حاجه اختياري بس انا حطيتها عشان تخلي ريحه حلوه. وبقلب كده كل المكونات مع بعض عشان اشوف هتحتاج ميه تاني ولا لا، بس هي طبعا هتحتاج ميه عشان كل ما بتقلبي كده كل ما بتشد معاكي. بس انا بصراحه الدقيق بتاعي ده ما قبلش ميه كتير يعني، هو المفروض ده نص كوبايه ميه مثلا، هو خد مني ربع كوبايه ميه بس. بتكون عجينه كده متماسكه يعني متجانسه كده، ولا هي طريه ولا هي ناشفه، بس بتضيفي يعني نقطه بنقطه، كل ما تقلبي وتنشف معاكي تحطي تاني لحد ما تلاقيها كده يعني وسط، ولا هي طريه ولا هي ناشفه، زي ما انتم شايفين كده. هي الحجازيه سهله والله يا جماعه خالص، بس مش عارفه ليه الناس بتستصعبها. خلي قلبك جامد كده وادخلي على اي حاجه واعمليها، وان شاء الله هتطلع من ايدك زي الفل. وكده خلاص خلطت كل المكونات مع بعض، وبسيبها عشان تخمر معايا ساعة، من ساعة لساعة ونص. بغطيها كده بستريتش او بفوطة ناشفة وبركنها على جنب. وهعمل بقى الحشو المميز بتاعي. معايا هنا كوباية ونص من السميد، والحشو ده ممكن تقلليه وتزوديه براحتك يعني. ومعايا هنا معلقتين من القرفة ومعلقتين من الكاكاو، انا خلطت بين الكاكاو والقرفة. هي الوصفة الاصلية المفروض قرفة، بس عشان القرفة حامية شوية فانا بحب احط لها كاكاو عشان كمان اللون يبقى حلو معايا. وفي ناس اللي مش حابب القرفة خالص ممكن يحط كاكاو بس. وحطيت معايا كوباية سكر مع كوبايتين كوباية ونص سميد وكوباية سكر.
ونقطة فانيليا ومعلقتين القرفة ومعلقتين الكاكاو. وان شاء الله هكتب لكم كل المقادير مكتوبة في صندوق الوصف، واللي مش عارف صندوق الوصف بتضغطي على العنوان مرتين وعلى كلمة المزيد، هتلاقي ان شاء الله المقادير مكتوبة. ومعايا هنا نص كوباية مية بضيفها كده على مراحل، بعمل ببسه كده لحد ما يبقى عامل معايا شبه الرمل المبلول زي ما انتم شايفين كده. تمسكيها كده تعرفي تكوريها في ايدك عشان تعرفي تفرديها كويس على العجينة بتاعت الحجازية زي ما انتم شايفين كده. ما خدتش معايا كمان نص كوباية المية، يعني فضل معاها زي معلقتين. وهنا خلاص كانت العجينة بتاعتي خمرت، عدى عليها ساعة وربع كده. هي يا جماعة مش العجينة بتاعت الحجازية مش بترتفع لفوق كده زي باقي العجين ولا حاجة، هي بتبقى زي ما انتم شايفين كده. فانا بقسم العجينة بتاعتي لنصين، بخلي نص اكبر شوية عن النص التاني عشان افرده في الصينية من تحت عشان اعمل لها حرف. والنص الصغير بجيبه كده، بكون فردة عندي ورقة زبدة او اي ورقة عادية عشان احطها على الوش، بفردها كده تاخد حجم الصينية من تحت عشان لما احطها على الوش تبقى مفروضة صح. يعني كنت الاول يعني الحركة دي حلوة شوية، كنت الاول بلزق العجين كده جنب بعضه حتة جنب حتة، بس دي سهلت عليا اكتر. وبالنشابة كده بفرده عشان اساوي كل السطح زي بعضه زي ما انتم شايفين كده، وببطط بايديا عشان اشوف انهي مكان رقيق وانهي تخين وافرده كله زي بعضه. وبشيلها احطها على جنب. والصينيه كانت فيها بسيط كده سمنه، وبكملها دهان سمنه، وممكن ما تحطلهاش سمنه خالص، هي كده كده مش بتلزق، بس استحراس يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبجيب العجينه بتاعتي النص اللي هو يكون كبير شويه، وبفرده كده في الصينيه زي ما انتم شايفين، وبعمل زي سور رفيع كده من الحروف، يعني حرف بسيط كده عشان لما احط الحشو بتاعي ما يطلعش من الجوانب كده ويتحروق في الفرن معايا. ببطط كده على العجين كله بايديا عشان احس انهي مكان تخين وانهي رفيع، واسويه كله زي بعضه. وبرضو بالنشابة كده بمشي عليها عشان اسويها كلها قد بعضها، ما تبقاش جنب رقيق وجنب تخين. وبجيب الحشوة بتاعتي بفردها كده في كل الصينية حبة بحبة كده عشان افرده برضو بالتساوي كله زي بعضه. هو بصراحة انا بحب الحشو بصراحة كتير، بس هو ما طلعش كتير قوي معايا، فانتوا ممكن تزودوا عن كده. يعني انا حاطه كوبايه ونص سميد، انتوا ممكن تحطوا كوبايتين، وحاطه كوبايه سكر برضو ممكن تزودوا كوبايه وربع سكر مع كوبايتين السميد، هتبقى حلوه جدا. وطبعا القرفه والكاكاو على حسب راحتكم، انا حاطه معلقتين ومعلقتين. وفردت كل الكميه معايا كده زي ما انتوا شايفين، وجبت اللي انا كنت فرداها، هي يعني حته كده منها اتلخبطت فعادي مش مشكله، مفيش حاجه توقفنا يا جماعه. فانا بشوف المكان اللي فيه عجين اكتر بحس كده بايدي بجيب منه واحط على المكان اللي مفيهوش كتير، وبساوي كله مع بعضه زي ما انتم شايفين كده. وفي الوقت ده انا لسه ما ولعتش الفرن بتاعي، بعد ما بخلصها خالص بسيبها 10 دقايق بره، اسيبها كده ترتاح برضو بعد ما فردتها كده في الصينيه 10 دقايق، واكون في الوقت ده اولع بقى الفرن. هي بتكون في فرن كده متوسط الحراره، بحطه على الشبكه اللي هي تاني شبكه على طول من الارضيه، وبولع من تحت بس الاول لحد ما الاقي الحروف كده في الجوانب احمرت معايا. ممكن اطفي من تحت وممكن اهدي خالص، وبعدين بولع بقى الشوايه عشان تاخد لون من فوق. وهنا جبت شوكه كده عشان اشكل الحجازيه معايا، والتشكيل ده بتاعكم انتوا زي ما انتوا حابين تشكلوها زي ما انتوا عايزين، ممكن خطوط بالطول كده جنب بعض، ممكن خطوط بالعرض زي ما انتوا عايزين. انا شكلتها بالشكل ده والرسمه طلعت حلوه، يعني ما اتمسحتش ولا حاجه زي ما انتوا شايفين كده. بس وهنا بقى في يعني برضو خطوة مهمة جدا، ان انا اقطعها بالسكينة
بقطعها كده برضو التقطيعة دي بتاعتكم، ممكن تقطعوهم مستطيلات او سمبوكسات زي ما انا عملتها كده، دي حاجة ترجع لكم انتوا. بس كده وكان خلاص الفرن سخن معايا، وهحطها في الفرن. بتاخد حوالي يعني من نص ساعة ل40 دقيقة على حسب الفرن عندك، وكل شوية بتقلبيها شمال ويمين. خلاص هنا بقى كانت طلعت معايا من الفرن، والريحة كانت قلبة المكان بصراحة، تحس ان في ريحة خير كده في البيت ما شاء الله. انتوا ممكن تحمروها عن كده، ممكن برضو يعني زي ما انتوا عايزين. انا بكمل بقى على التقطيعة بتاعتي. بس انا طبعا انا اول ما ولادي يعرفوا ان انا بعمل حاجة حلوة فبيبقوا مستعجلين عليها بصراحة، وزن بقى يلا يلا فبطلعها يعني. بس هي كده برضو لونها كويس، ممكن عايزين تغمقوا عن كده زي ما انتوا عايزين تفتحوا عن كده، بس هي كل ما لونها يبقى احمر اكتر كل ما يبقى احسن. وهو كمان التصوير ظالمها والله يا جماعة، هي في الحقيقة المنظر احلى من كده. وبقطعها بتطلع معايا بسهولة زي ما انتوا شايفين كده، شايفين من تحت زي من فوق، حلوة جدا، اللون بتاعها حلو. وبرضو قولولي رأيكم في الكومنتات، عجبتكم ولا ايه؟ يعني انا في ساعات بعملها من غير التصوير كانت بتطلع كمان احلى من كده، والحشو بتاعها اكتر من كده. بس يلا بقى الحمد لله، يا رب تعجبكم ان شاء الله. بس طعم تحفة بصراحة يا جماعة، هتعجبكم بإذن الله. وهنا حطيتها في الاطباق دي عشان طبعا اولادي كانوا عايزين، فحطيت لهم كده في الاطباق. وطريقة التقديم بقى زي ما انتوا عايزين، يعني دي حاجة حسب ذوقكم انتوا. واللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش اللايك يا جماعة، والاشتراك في القناة، والشير عشان الفايدة تعم على الجميع، وعشان ترفعوا لي الفيديو كمان باللايكات. وده المنظر النهائي بتاعي، حطيتها كده رصيتها في الطبق ده. وهعمل معاكم كوبايه نسكافيه، كنت عامله رغوه بتاعه النسكافيه من قبل كده وشايلاها، حطيت معلقه، واللبن بتاعي كان مغلي حطيت كده عشان بقى اشرب لي بقى كوبايه نسكافيه وحتتين حجازيه كده، بتبقى حلوه جدا مع النسكافيه ومع الشاي بلبن او اللبن او الشاي. لولادكم الصبح هم رايحين المدارس، وهتنفع جدا في اللانش بوكس. بحبكم جدا، مع السلامه.